اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده. نتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا عده فيديوهات، ما ندخلش معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي غادي تفرجوا وتعطيوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات. بغيت نقول لكم بان تحيدوا لنا جوج ديال الفيديوهات، الفيديو نتاع البارح والفيديو نتاع اول البارح بسبب التبليغات نتاع الذباب الالكتروني. لهذا كنطلب منكم اصدقائي الاعزاء باش تعاونونا بالبارطاج وتعاونونا غير بلي لايك وتكتبوا لنا بالتعليق، لان هذا الذباب الالكتروني ولا نازل علينا هذه الايام وبغينا نحاربوه. اصدقائي الاعزاء ما نطولش عليكم، غادي ندوزو نشوفوا اول فيديو. يجتمع الكثير من قادة العالم وزعماء العالم ومن المختصين والخبراء على أن الأمة التي ليس لها تاريخ هي أمة ليس لها مستقبل. والجزائر كما تعلمون نحن نتوفر على تاريخ لحد الآن. أقول لم نوفق أقول في استغلال وفي استخراج تلك الكنوز التي نتوفر عليها من معالم تاريخية في مختلف الحقب والفترات. تاريخ الجزائر أو تاريخ الجزائر المعاصر لا يبدأ من 1830 كما رسمه الكثير من الخبراء من المدرسة الغربية. أرادوا أن يطبعوا ذلك الجانب السلبي على تاريخنا الوطني من خلال ترسيمها في مختلف فترات التحقيب في تاريخنا الوطني، يعني برسمه بفواصل جد سلبية على أمتنا الجزائرية. تاريخنا الوطني الذي كما رسمته المدرسة الغربية 1830 هو التاريخ المعاصر للجزائر، ويقرنونه باحتلال الفرنسيين للجزائر. تاريخ الأمة الجزائرية. عطيونا الاراء ديالكم في الخانه تاع التعليقات على هذا الجزائري اللي قال لك الجزائر عندها تاريخ والدوله اللي ما عندهاش تاريخ ما عندهاش المستقبل. لأن ما فيش مثال واحد في العالم، وجازم ما فيش مثال واحد في العالم اللي ممكن يزحمنا في هذه الأرقام ولا يزحمنا في هذا الطريق. ما فيش لا في دول عظمى ولا في دول صغرى ولا في دول نفطية ولا في دول أخرى. إذن الإنسان يقضي صلاحه ضروري، وإحنا موجودين من أجل مصلحته. عمي تبون ما كذبش في هذه، ما كاينش شي دوله اللي تقدر تزاحمك على الطوابير نتاع الحليب او لا السيتيرنات نتاع الماء. تجارة صهاريج المياه واحدة من المهن المنتشرة بولاية ورقلة، والتي أصبحت مهنة للعديد من الشباب خلال فصل الصيف. احنا التجار تاع الماء الحلو في الصيف هذا نكسبوا من الرزق تاعنا، ولا في العين تاع السباب هذا ما مالح. عندنا واحد 100 كاميو هنا في الوزين هذا تاع الماء الحلو، واحد 100 كاميو عندنا راهم يخدموا كاع على مستوى ولاية ورقلة. 100 كاميو كاين، 100 كاميو يخدموا على مستوى ورقلة، 102 كل على طول العام، شتاء صيف ربيع. هذه الخدمة تاعنا، هذه التجارة تاعنا. كما تمثل هذه التجارة أمل الكثير من المواطنين الذين جفت حنفياتهم بعد الانقطاعات المتكررة للمياه، وإن وجدت فهي غير صالحة للشرب. وهذا الماء تلقوه في العين وكذا، راه مصلحش هذا الماء، هذا اللي تلقوه في العين مشروع راه خاسر. والجماعة مسكين ما عندهم ما والو. كاين بلايص كاع ما فيهاش الماء هنا في ورقلة. الماء مالح ياسر، والناس يطلبوا على الماء الحلو. هذاك احنا رانا ندورو هنا. عينا الماء الحلو ثم الماء العين هذا ماش. ان شاء الله الا نجح عمي تبور في هذه العوده الثانيه راه غادي يوفر لكم الماء وغادي يوفر لكم كل شيء، غير ما تقلقوش دابا. السلام عليكم خوتي ثيرتيه، ها واش ديروا؟ انا جبت بنتيه هايديك هادي راكم تشوف فيها، هذا كاع ما تاع كليماتيزور. هذيك ما تقلقوا روحتكم ما والو، حسبي الله ونعم الوكيل، رانا في استعمار كحل. هذه الكبيره هكذا ديروا كيما ندير انا، وهذه الصغيره اللي نعمر فيها. هذه حاشاك نغسل بها مصاصتي وندوش بها نورمال. ما عندناش الماء كيما نتوما ما عندكمش الماء، ما تحرقوا ما والو، قولوا حسبي الله ونعم الوكيل. يكذبوا عليكم، يقول لكم الجفاف وما الجفاف. فاهم؟ بلاد مخدوعه، وليد الحرام عايش وليد حلال طايش. اللي حاكمينا ما راهمش جزائريين، حاشا الاحرار، حاشا كاين عباد في الدوله ولاد فاميليا جزائريين احرار مصح للغلبه او ولاد الزينه ولاد فرنسا هذا كاع مشكل فرنسا هي اللي يدير فيه. هكذا خوتي يجيبوا بنتي هكذا
وتعمر قوتو نورمال تسحقها الماء تاع كليماتي. هذا ماء تاع كليماتيزور راك واش هاوليك ما هاوليك هاو كليماتيزور وشاعل هكذا تلفت لي كاع الهضره تسحقها حتى الطلوب يديروه في الرادياتور. هاوليك هاو يقطر الماء خوتي هذه تعمرت يومين تعمرت. هذا الجزائري كاع ولقى الحل وطاحت عليه هذه الفكره اللي هي مزيانه باش يجمع هذا الماء وما يضيعش على الاقل كيف ما قال هو ندوش به. ولكن هذا الشيء فين؟ في الجزائر الجديده. ومازال كيطلعوا في التعاليق وكيبقاو كيسبوا وكيقول لك بان هذا الشيء اللي كتقولوا نتوما المراكه راه غير الكذوب. هاد الفيديوهات راه ديال الجزائريين، راه الماء ما كانش، الناس راه معذبه في هذا الصيف. مساء الخير تفضل. واش راك؟ والله غاية الحمد لله اخويا، ما نسبوك ما نطيحولك بالك راك تعرفني. بغيت غير نقول لك حاجه. اسمعني ما تردش عليك. خليني نهضر معاك معليش، خليني نهضر معاك. هذاك يفوتنا هذيك الامور. درك البلاد راهي في حاله راهي تعاني من بكري. من اللي عرفنا الجزائر وهي تعاني، اللي عرفناه وهي تعاني. اسكو الحل انه نمشوا نبيعوا رواحنا؟ لما نبعت روحك خويا. انا نعرفوا رواح شوقي، انا نعرفوا بعضنا شوق. لما نبعت روحك اسمع ما تعرفني ما نعرفك. لا اسمع شوقي، رانا نعرفوك بعتها عند قرن كنتاكي الاخرين بصح. اسكو الحل هذا لما نبعتها عند اسرائيل؟ لا خليني من اسرائيل شوقي، ما كلاش نبداو نجهلوا منك. انا راني نهضر نقول لك في الحلول واش هي الحلول. دقيقة أخويا دقيقة، جملة مفيدة أصبر. من هنا راك تهضر على البيعان، من هنا راك تقول راني نعرفك، من هنا تقول الحلول. فهم روحك. ما كلاش نقول لك شكون راه يخلص فيك من الرباط، ما كلاش نقول لك على سي أحمد اللي يخلص فيك من الرباط، ما كلاش. سي أحمد تاع الرباط، سي أحمد اللي بعث لك راك تصيف في المروك أنت. هل هذا هو الحل؟ نصيف في المروك أنا؟ إيه كيجي منها تشوف في مراكش راهي ورايا. ولا انت لازم نشوفوا مراكش باش نعرفوا كيفاش نسافر. انا نسقسيك برك كيفاش نسافر. خليك من هذا الطرق. لا جاوبني هل الحل سي احمد تحياتنا اخويا العزيز. هذيك باينه، هذيك راك تحيد صباح وعشيه. دونك وين نصيف انا في المروك بالضبط؟ وين؟ في الداخله؟ لا في الخارجه. في العيون الداخله وين؟ لا تسمى انت من هذا الكلام كله حكمتي غير هذا. لا اعطيني لا قلت لي استنى، قلت لي انت لا شوفي انا نمشي معاك. افضحني خويا. وين؟ انا راك معلومه هذه روح. انا قلت لك اعطيني الحل. هل الحل نقولوا تحيا المغرب باش تتحسن الجزائر؟ احنا مانيش نسبوا في المغرب. شوف مواطن جزائري يريد الحصول على الجنسية المغربية، المشاركة في كأس العالم 2030، كأس افريقيا 2025، وباش يروح يشري الحليب في أسواق مرجان في مدينة العيون المغربية. ما شفتونيش أنا كي كنت نبحر، قال لك راه شوقي بن زهرة يبحر يا خويا. الصيف كل صيف راني في المروك. فاقوا بينا يا جدك. ما شفتونيش في الجماعة اللي في الداخلة، ما شفتونيش ندير في السيرف لتما. الله انا ما على باليش كيفاش نسافر. ما عرف منين دخلت لها الماء المروك. بالك من هي على جزر ولا البطاطيش دخلوني، رحت على موريتانيا وطلعت. السي احمد خويا تحياتنا، راه مفضحونا الله غالب دركا. مادامنا تفضحنا هذا كيفاش سمو هذا بلال هذا راه فضحنا خويا. 6 شهور ما خلصتنيش. خوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون عجبكم. شكرا لكم بزاف، سمحونا لكم طولنا عليكم. الناس اللي باقيين ما اشتركوش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والسلام.